السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف فوتوا العطله ديالكم؟ كنتمنى لكل وحده انها تكون قضات عطله زوينه وفوجت شويه وخدات طاقه ايجابيه باش ان شاء الله نستقبلوا موسم الدخول المدرسي او بالاحرى موسم الخريف. بالنسبه ليا البنات، حتى انا صافي كملت العطله ديالي ورجعت لداري ورجعت للروتينات ديالي. الصراحه العطله الصيفيه في الساعه كتكمل، وبالمناسبه راني حطيت لكم فيديو في القناه، شاركت معكم فيه فين قضيت العطله ديالي ووريتكم شحال من حاجه زوينه. رجعوا البنات الفيديو اللي قبل هذا، غادي تلقاوه في القناه. كما قلت لكم البنات، رجعت للروتينات ديالي. قولوا لي بعدا على سلامتك رجعتي لليوتيوب، لان فعلا هذه مده ما حطيت شي فيديو. توحشتكم، توحشت اليوتيوب. سبحان الله بحال كانت شي حاجه ناقصاني، خصوصا منين كنت موالفه كنصور ونمونطي. واحسن حاجه كانت تعجبني هي منين كنت كنقرا التعاليق ديالكم. تبارك الله عليكم البنات، كتخليو لي تعاليق زوينه زوينه بزاف وكتفرحني. سبحان الله حسيت بواحد الفراغ وان شاء الله ان شاء الله نبقى نحط لكم فيديوهات، ولكن حتى نتوما ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وبالدعم وباللايك. المهم البنات راكم تما كثروا لي من التعاليق. وهنا نرجعوا للفيديو ديالنا او للروتين اليومي. بالنسبه للصالون البنات، تقريبا عندي ليه نفس الروتين. كنأسبيري الطارح، نمسح الغبره ونجفف الارض، وهذا كنعتبره روتين يومي ديال ديما. اما بالنسبه للروتين اللي كيكون مختلف هو الروتين ديال مره في الزمان. يعني كنجبد كاع هاد الصالون، نفض ياما تنفض وحيد الستادر حتى هما نمسحهم. نمسحهم بجميع الزوايا ونحيد الزاج ديال السراجم، كنغسلهم مباشره الى اخره. نتوما عارفين الروتين كيفاش كيكون، ولكن كيكون مره في الزمان. وبالنسبه للظلام تاع البنات، كنحاول ما امكن ما نصبلهمش بزاف، لان الا بغيتي تحافظي على ظلامتك حاولي ليهم اول حاجه من الصابون، لان كتر تصبن هي اللي كتبهد الحاجه وتخسرها. لاحظوا غير الكسوه، الحاجه من تشريها اول مره كتكون باينه جديده، غير انتي تبداي تصبني فيها صافي كتبدا تبان بلي استعملتيها، وفي اخر المطاف كتبان قديمه. هاد الكلام البنات ما يعنيش انني ضد النظافه، بالعكس بغيت نوصلو هو اننا نحافظوا ونحاولوا على حوايجنا باش ما يوصلوش لمرحله الوسخ. ماشي نديو ديك الفكره ديال معليش خليه يتوسخ، راه كاين الماء والصابون. فعلا راه كاين الصابون، ولكن كثرة الصابون في الاخير كتعود سلبيه على حوايجنا. المهم البنات، حتى طريقه تصبين الطلامط راني كنت ديجا شاركتها معكم في القناه. غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. راني وريتكم الطريقه كيفاش كنحافظوا على طلامطنا ونصبنوهم في امان، سيرتو هكا اللي عندها المطروس بحالي. وهنا استعنت بهذه الطريقة اللي كانت فعلا ناجحة. شفت بزاف ديال الاخوات كيديروها والصراحة عطت نتيجة. جبت واحد الكتانة، وبطبيعة الحال اللي ما تكونش تطلق اللون، فزكتها بالماء وعصرتها ورشيت عليها رائحة العود، وجبت غطاية او شي حاجة اللي تكون مسطحة او شي حاجة اللي تجمعوا فيها هاد الكتانة، وصافي بديت كنفوت على الطلامط. والله العظيم الا تحسوا انكم صبنتوهم، جربوا هذه الطريقه البنات غادي تعجبكم وفعلا ناجحه وعطت نتيجه.
وهنا البنات غادي نشارك معكم بعض المشتريات كنت شريتها هذه شحال، غير ما جاتش المناسبة باش نشاركها معكم. وفي نفس الوقت تعرفت على واحد المحل زوين بزاف، عنده داكشي ديال تركيا وفي المستوى، خصوصا هكا البنات اللي هنا في وجدة باغيين بحال هذا المحل ولكن ما عارفينش منين يتقداو. اصلا هاد الحويجات راني خديتهم من عنده. اذا كنتو انتريسي البنات خليو لي في التعاليق، المره الجايه نشاركو معاكم. راه الصراحه فن وعنده حتى الثمن معقول. بالنسبه لهاد لي ميناجير خديتهم من عنده، صراحه كانوا عاجبيني هذه موضه، ولكن ما كنتش نلقاهم هنا في وجده. كنت نلقى غير سامبل او شكل اخر، وانا هادو كنت شايفاهم في لي باج انستغرام. وانا بصراحه ما عنديش مع الشريان من البعد، كان بغيت نشري الحاجه على شفت عيني، وزايده فيا حتى هذيك 50 درهم ديال لا ليفريزون. المهم ان فوا شفتهم صافي خديتهم، عجبوني على ود هاد النقشه اللي فيهم جات ملكيه، وصراحه عاطين العين وزوينين في نفس الوقت. المهم البنات كيجيو 24 بياس، 6 من كل حاجة، والثمن ديالهم كان 220 درهم. قولوا لي واش حتى نتوما عجبوكم؟ ثاني حاجة خديت هاد الأناناسة اللي غنية عن التعريف، يكونوا فيها 3 ديال لي طاي، وانا خديت الطايه الكبيره. الثمن ديالها كيكون فيكس ب100 درهم. بصح هاد السيد كانوا عنده بعض الاناناسات اللي فيهم هكذا واحد الخبشه ولا واحد الديفو اللي بسيط ما باينش، وكيزيد ينقص لك في الثمن. كيبيعهم المهم هو الثمن الاصلي ديالهم داير ب100 درهم، وهكذا اذا كان واحد الضيفو اللي كيكون بسيط كيخليها لك هكذا ب60 درهم ولا 70 درهم. راني وريتكم حتى البلاصه اللي حطيتها فيها. واخر حاجه خديت هاد الفوليفر، هادو زوينين لا ديكوراسيون، وفي نفس الوقت فيهم بزاف ديال لي شوا، يعني فيهم لي شوا ديال لي كولور ولو شوا ديال السميه. مثلا انا خديت هذا جيفانشي، كاين فيرزاج، كاين شانيل، كاين ديور، كاين بزاف ديال الشكالات وبزاف ديال الالوان. هادو كيجيو زوينين، سواء تحطوهم هكذا في لي طابل باس وتحطوا فوقهم شي ديكور، سواء تحطوهم هكذا فوق شي موبل ديال الدخله. المهم داكشي على حسب الرغبه ديالكم. وحتى انا غادي نوريكم كيفاش حطيتهم. بالنسبه للثمن خديته ب49 درهم. المهم البنات كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون يعجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا تكونوا استمتعتوا معايا بهذا لا فيديو، نكون خفيفه على قلوبكم. ما تنساوش البنات تخليوا لي اللايك وتخليوا لي التعليق ديالكم، لان البنات فعلا اللايك والتعليق كيشجعك من واحد الناحيه، يشجعك اليوتيوب ويقترحك على ناس واحده اخرى، وفي نفس الوقت يشجعني انا باش نوض نصور فيديوهات جديده، نشارك معكم حوايج اخرين. فهمتوني؟ ماشي الفيديو كامل وانا نهضر وفي الاخير ما تلقاي حتى واحد يتجاوب معاك. هادشي علاش البنات، يلا خليتكم في امان الله ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله.